لو عايز تعرف طريقه تحرير مسجد الاقصى بدون روت فالفيديو ده هيكون مهم جدا ليك. طبعا كلنا متابعين الاخبار ومتابعين اللي بيحصل في غزه ورفح واخواتنا في فلسطين، وكل يوم الموضوع يزداد سوء ومحدش بيتكلم وكله ساكت، او حتى اللي بيتكلم قليل جدا ومفيش اي فعل ممكن ياثر فينا. فالمختصر المفيد لو عايز تحرر المسجد الاقصى وعايز تنصر اخواتك في فلسطين فحرر نفسك انت الاول. حرر نفسك من عبادتك لغير ربنا سبحانه وتعالى، حرر نفسك من عبادتك لبطنك ولشهواتك، حرر نفسك من عبادتك لاصحابك واللعب والكوره، حرر نفسك من متابعتك للافلام والمسلسلات، حرر المسجد اللي تحت بيتك. ما انت مش هتروح تحرر المسجد الاقصى وتصلي فيه وانت اصلا ما بتصليش في المسجد اللي تحت بيتك، ولا حتى ممكن تكون ما بتصليش خالص. ما تخافش على اخواتك هناك افضل منك بكتير. ان شاء الله ربنا يتقبلهم عنده من الشهداء، وعلى الاقل هيكونوا عارفين رايحين فين، وعلى الاقل الموت بتاعهم بيحسوا بس بشك الدبوس، وبعد كده عارفين هيروحوا فين. اما احنا الغلابه مش عارفين هنروح فين. انت لحد دلوقتي مش عارف هل هتروح الجنه ولا هتروح النار، مش عارف هل هتكون شهيد ولا ربنا هيبتليك، مش عارف حياتك بعد كده هيبقى فيها ايه. هناك بيضربوا لنا امثله ما شفناهاش او حتى ما سمعناش عنها غير ايام الصحابه. بنشوف الصور والفيديوهات بتاعتهم وبنتكسف على نفسنا، بنشوف صبرهم وثباتهم ومكسوفين من نفسنا، مش قادرين نمسك بطننا عن شرب او اكل حاجه بتدعم الخنازير. مش مكسوف على دمك، مش مكسوف على نفسك. ما تخافش على اخواتك، ان شاء الله هيكونوا بافضل حال. لما شفنا الاسبوع اللي فات الصور اللي انتشرت لما كان مجموعه من الشباب اتحولوا لهياكل وما بقاش فيه غير عظم بس وشويه جماجم. احد الشباب عنده حوالي 19 سنه، اهله ما عرفوش الا من شكل اسنانه، وده ما فكرنيش الا بالصحابي الجليل انس بن النضر رضي الله تعالى عنه وارضاه في غزوه احد لما وجدوه بين الشهداء وفي جسمه كله حاجه و80 ضربه وطعنه ورميه بسهم. محدش عرف هو مين من كتر الضربات، مفيش الا اخته عرفته من صباعه. والله ما افتكرت غير كده، اخته عرفته من صباعه، وده اهله عرفوه من شكل اسنانه في الجمجمه بتاعته. عياطك عليهم وكلامك كتير مش هيفرق زي ما انت متخيل، ولكن اللي هيفرق بجد انك تصلح نفسك وانك تصلح اللي حواليك. هيفرق انك تحرر نفسك من شهواتك ومن عبوديتك لاي حاجه تانية غير ربنا سبحانه وتعالى. هو اللي بايده النصر. ان تنصروا الله ينصركم. هل انت بتنصر ربنا؟ هل بتنصر دين ربنا وانك بتعبده صح؟ بتصلي وبتعمل عباداتك صح، بتبعد عن الشهوات والذنوب والمعاصي. كلنا بنذنب وبنعصي، بس هل بتتوب بعدها؟ ولا مش مشكله خليها؟ لسه بتروح تشتري بيبسي وشيبسي وتاكل وتشرب ومبسوط؟ لسه عمال تتفرج على ماتشات الكوره وبتشجع ويلا وهي وكده؟ مفيش حاجه فارقه معاك خالص؟ انت لو بتحبهم بجد مش هتبطل كلام عنهم. لو بتحب حاجه هتفضل تتكلم عنها 24 ساعه وهتكلمها مع كل الناس. لو بتحب اخواتك فعلا هتكلم الناس كلهم عنهم وهتفضل تدعي لهم 24 ساعه. هل لسه بتدعي لهم دلوقتي في صلواتك زي من 7 اكتوبر؟ هل لسه بتتكلم في القضيه وبتكلم اهلك وبتكلم اصحابك وبتتابع الاخبار بتاعتهم؟ هل لسه بتشير عنهم بوستات وبتدعي لهم وبتكتب عنهم كل اللي تقدر عليه؟ ولا خلاص مش مشكله، لو لقيت بوست هشيره، لو لقيت كلمه هبقى اعمل لها شير، هاخدها كوبي وانزلها، لو الامام دعا لهم هبقى اقول امين وخلاص؟ الموضوع مش كلام، الموضوع عايز فعل. هل احنا فعلا بنعمل اللي ربنا ينصرهم بيه؟ انتصر الاول على نفسك وعلى اعدائك وشيطانك. انتصر على اعدائك الداخليين عشان بعد كده تعرف تنتصر على اعداء الخارجيين وتروح تنصر اخواتك هناك. عايز تحرر المسجد الاقصى؟ حرر نفسك، حرر المسجد اللي تحت بيتكم. ما تمشيش ورا الشهوات والشبهات وبتحارب دين ربنا وبتحارب الرسول صلى الله عليه وسلم وبتتكلم بس انك عايز تنصرهم، وانت في الحقيقه بافعالك انك بتحاربهم بكل المعاصي وبالمجاهره بالمعاصي، وانت في الحقيقه بتحارب ربنا سبحانه وتعالى وبتحارب اخواتك بانك مش مقاطع ولسه بتشتري حاجات الخنازير، بانك ما بتدعيش لاخواتك، بانك ما بتصليش، بانك بتعمل ذنوب وبتجاهر بيها وبتنزل صورك وانت بتعمل ذنب معين وعادي خالص مفيش اي مشكله. الرساله دي فضفضه مش اكتر ولا اقل. الرساله دي عشان تقوم تشتغل، عشان تفوق لنفسك قبل ما تفوق لاخواتك. وما النصر الا من عند الله، مش من عندك ولا من عندهم ولا من عند اكبر واحد في الدنيا دي كلها، من عند ربنا سبحانه وتعالى. هو اللي هينصرك بس. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. انصر ربنا سبحانه وتعالى وانصر دينه بانك تتقي ربنا سبحانه وتعالى وانك تعمل لدينه. على الاقل اعمل فروضك الاساسيه وعباداتك الاساسيه وابعد عن الذنوب والمعاصي. ابعد على قد ما تقدر، ما تجاهرش بيها. توب اول باول، لانك هتقف قدام ربنا سبحانه وتعالى وحدك. هتتسأل قدام ربنا سبحانه وتعالى وحدك. هتتسأل انت ليه شربت الحاجه دي وانت عارف انها بتدعم اللي بيقتلوا اخواتك. هتتسأل انت ليه عملت الذنب ده. واحذر ان يصيبك دعوه من صالح اللهم عليك بهم ومن عاونهم. احذر ان تكون ممن عاونهم. ولا تيأسوا، الا ان نصر الله قريب.